وانت خليت امينه تخلع حجاب. يذبحكم عليه، يذبحكم عليه، يذبحكم. روح اسالوها، روح جيب الدليل. تخيلوا والله انا رحت عند امينه، شيل حجابه ليه؟ هيك تخيلوا هيك صار، وهي قال وانا مجبر تحت التهديد نضل شيل الحجاب من برا. هيك خلاني اشيل الحجاب. لحظه شوي، شو لا مو ضروري بهالطريقه خليتها تشيله. لك طبعا بمزح، طبعا مو بهالطريقه يعني، اكيد ما بهالطريقه، بس انه يعني ما في سبب يخلي الواحد يشيل حجاب. انا امين الكرم بالمناسبه شفتها يمكن مرتين بحياتي، لما صورنا جنجل، ولما صورنا كنز، ولما ربحت 3 مرات، ولما ربحت في كنز لا، والرابعه لما طلعنا حفله في 5 مرات، حفله باليمن، والخامسه لما طلعنا حفله بالسعوديه. هاي المرات شوف فيها امينه كان اللي بيني وبينها كل الاحترام والحب والهذا. حتى اسالوا اختها، يعني ما بعرف منين جابوا هذا الكلام، التفاصيل ما بعرف اذا هن بيقصدوا بهالطريقه. انا ما بحب دقق ورا الناس. امينه او اختها او شيء كانوا بعثوا لي مسج على الانستغرام، انت شو قصدك هذا الفيديو نزلته براء؟ كان بسهوله قلت لهم 1 2 3، بس اللي صار من ردود، طلع ردود وكتابات وفيديوهات خلاني ما ارد صراحه، انه لا، اذا والله اذا ما بيرد ويوضح راح نفضحه. لا والله انا ما بجي هيك، ما بتهدد، بروح اعمل فضاح. انا ما عندي شيء اخبيه يا جماعه، كلنا كبرنا وعرفنا الحشمه. الا لا، ما تحكوا هيك على الناس، خلص لا ما تحكوا يا جماعه.